مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شابر آية والمسال بأهم وأبرز العناوين. تدشين مشروع مياه شرب صالحة في منطقة عدو موسى. المجلس المركزي للمرأة يبحث مشاركتها السياسية. لقاءات لتعزيز تطور التعليم في شمال البحر الأحمر. ترامب يسحب القوات الأمريكية من سوريا. شرط واحد لكوريا الشمالية للتخلي عن سلاحها النووي. وفيسبوك أمام القضاء الأمريكي. مرحبا بكم. دشن في 20 من ديسمبر الجاري مشروع مياه شرب الصالحة في منطقة عدي موسى بمديرية بريخ بالإقليم الأوسط، والذي تم إنشاؤه بتكلفة مليوني نقفة. وفي مراسم التدشين ناشد المدير العام للثروة المائية في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مبرهتو إياسو، بعد أن أشاد بالمشاركة الجماهيرية الفعالة في إنجاز العمل، ناشد السكان للمحافظة على المشروع حتى يقدموا خدمات فاعلة ومستدامة. من جهته أوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إدارة الإقليم الأوسط السيد هيلا ميكائيل إيوب أن المشروع أنجز بالتنسيق بين إدارة الإقليم ووزارة الأراضي والمياه والبيئة والسكان. وقال مديرية بريخ السيد تسفو في الساحتين إن الماء هو أساس الحياة، مما يتطلب الاستفادة الجيدة والإدارة الرائدة، داعين السكان للاستفادة الجيدة من المشروع. من جانبهن ذكرت الأمهات في عد موسى بأن المشروع أنقذهن من متاعب كثيرة، مؤكدات سعيهن للمحافظة على المشروع المدشن. بحث المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمرأة في الاجتماع الذي عقده يومي 17 و18 من ديسمبر الجاري بأسمرة، بحث سبل الدفع ببرامج المشاركة السياسية للمرأة إلى جانب تعزيز دورها ومساهمتها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخأ تسفا ميكائيل في الاجتماع، أوضحت بأهمية الارتقاء بالوعي والتنظيم في مرحلة السلام الراهنة، مؤكدة العام المقبل للمضي قدما في كافة جوانب المساواة. وقدمت في الاجتماع تقارير عام 2018 لفروع الأقاليم والخارج وأقسام الاتحاد التي أشارت إلى تقوية مشاركة المرأة في التعليم والولادة في المؤسسات الصحية ونتائجها. كما أشار الاجتماع إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من أنشطة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال الدعم المالي والعيني المقدم لها. وأوصى الاجتماع للاهتمام الجيد بالمستحقات المالية للعضوات باعتبارها المصدر الأساسي للاتحاد، كما صادق بالإجماع على تنظيم مؤتمر الاتحاد العام القادم. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة قد عقدت اجتماعها يومي 13 و14 من ديسمبر، حيث قيمت برامج تحسين معيشة المرأة ووضعت البرامج المستقبلية. نظم فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر لقاءات مع أولياء الأمور والأعيان والمدراء، وذلك حول تطور التعليم في مديريات نقفة وأفعبت وأدوبحة. وفي اللقاء الذي أجراه مسؤول المكتب الأستاذ رشيد محمد عثمان مع الأعيان في مديرية أدوبحة للتفاكر في حل النواقص والقصور المتعلق بتدني نتائج الطلاب في شبه مدرسة حستا الابتدائية الداخلية، قال إنه ورغم ارتفاع مشاركة الطلاب خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلا أن حياة الترحال وعدم تجمع القرى أثر سلبا على تطور التعليم، داعيا الدفع لتنسيق كافة الجهات الحكومية للجهود الجارية من أجل إيجاد آلية للحلول. وأوضح مديرية أدوبحة السيد إدريس علي أن الحكومة تقوم بإرساء الخدمات الاجتماعية لإحلال العدالة الاجتماعية، داعيا الجهات الشريكة لتعزيز مساهمتها لتجمع القرى لوضع حد لحياة الترحال التي أصبحت السبب الرئيسي لتدني المشاركة في التعليم. وتوجد في مديرية أدوبحة 9 مدارس للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة تستقبل حوالي 800 طالب.
افتتحت وزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس في 20 من ديسمبر الجاري معرض للأعمال اليدوية النسوية تم إعداده بمناسبة حلول العام الجديد. ويشتمل المعرض المفتوح أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة أسمرة على إبداعات نسوية تتمثل في فنون الإبرة والخيط وصناعة الفخار والخزف والنقش وفن الحفر على الخشب والأوراق والجلود وغيرها من الأشغال اليدوية. ويعد استمرارا للمعرض الذي أقيم في العام 2012 بدعم إدارة الإقليم الأوسط وفرع المرأة في الإقليم. وأوضحت الفنانة نجستي قبل مسقل من المشرفات على البرنامج المنظم للمرة السادسة أن المعرض يهدف إلى تعريف الثروات والثقافة الوطنية بالاستفادة من المواد الخام المنتشرة في محيطنا، وذلك بإضافة مهارات وإبداعات الفنانات. من جهتها قالت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في فرع المرأة بالإقليم الأوسط السيدة إلسا جابريوهالس إن البرنامج هو جزء من الجهود المنتظمة لتنمية قدرات الفتيات المهنية والإبداعية، مشيرة إلى أن بعض المبدعات في هذا المجال الحاصلات على دورة تدريبية في الجمهورية الهندية تلقين قروض مسقرة من الاتحاد لتطوير مجالهن. كما قالت الفنانات إن الفرص المتاحة لعرض إبداعاتهن سنويا تهيئ لهن فرص للتسويق. وذكر الزوار بأن المعرض الفني الإبداعي النسائي يعكس تطور قدرات المرأة الإبداعية الفنية، مناشدين المواطنين لزيارته وتقديم الدعم والتشجيع للمبدعات. وسوف يستمر المعرض حتى 30 من ديسمبر الجاري. قدم دعما عينيا ل10 من المعاقين في ضحيتي تخندع وعدي خانتا بمديرية عدغيح. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية عدغيح السيد جبريل كحساي بتأهيل المعاقين بالماشية بقيمة 10,000 نقفة لكل منهم، وذلك حسب اختيارهم. من جانبهم أكد المعاقون على العمل لتحسين حياتهم المعيشية، وذلك بالاستفادة من الدعم المقدم لهم. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة العمل بالتعاون مع الشركاء لتقوية تأطير الشباب العمال. ودعا مسؤول فرع الاتحاد في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر دعا الشباب للاستفادة الجيدة من الاستثمار الكبير الجاري لتنمية قدرات الشباب كما ونوعا. وفي سياق آخر عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية سجنيتي اجتماعا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للدفع بالتفوق التعليمي. فاصل المشاهدين ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قراره المفاجئ إعلان النصر على تنظيم الدولة الإسلامية وسحب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا وسط انتقادات من بعض الجمهوريين ومخاوف الحلفاء وبعض القادة العسكريين الأمريكيين. وقال ترامب إنه يفي بتعهد قطعه أثناء حملته الانتخابية عام 2016 بالخروج من سوريا. وكتب يقول إن الولايات المتحدة تقوم بعمل دول أخرى منها روسيا وإيران دون مقابل يذكر. وأعلن ترامب أنه سيبدأ سحب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 2000 جندي من سوريا التي تمزقها الحرب، لكن البيت الأبيض لم يحدد جدولا زمنيا. وانتقد بعض الجمهوريين بشدة الخطوة قائلين إنهم لم يبلغوا بها مسبقا، وإن الخطوة تطلق يد روسيا وإيران أكبر الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد. وضعت كوريا الشمالية شرطا واحدا للتخلي عن سلاحها النووي، وقالت إنها لن تفعل ذلك من جانب واحد ما لم تقم الولايات المتحدة بوقف تهديدها النووي أولا. ويأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وسط أزمة في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مما يثير مزيدا من الشكوك بشأن ما إذا كان زعيم كيم جونغ أون سيتخلى فعلا عن
ترسانة يعتقد أنها أكبر ضمان له في البقاء. والتقى كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 5 يونيو في سنغافورة، حيث أصدرا هدفا قامدا لنزع السلاح النووي كاملا من شبه الجزيرة الكورية دون وصف متى وكيف سينفذ ذلك. وتوقفت المحادثات اللاحقة مع إصرار كوريا الشمالية على رفع العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد البلاد أولا قبل تحقيق أي تقدم في مجال نزع الأسلحة النووية. تواجه فيسبوك أول دعوى قضائية ضدها من قبل القضاء الأمريكي بعد فضيحة بيع بيانات للمستخدمين من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة مرتبطة بحملة الرئيس دونالد ترامب في عام 2016. وأعلن مكتب الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا أنه قد رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، متهما فيسبوك بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية. وتشكل الدعوى القضائية الجديدة المرفوعة في المحكمة العليا أول إجراء حكومي كبير تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد فيسبوك بسبب الحادثة. وترى الدعوى القضائية أن تراخي فيسبوك في مراقبة بروتوكولات الخصوصية وإعدادات الخصوصية المربكة قد وضعت المعلومات الشخصية لملايين الأمريكيين في خطر، وهو ما سمح بحدوث مثل هذه الحادثة وتسرب البيانات لتطبيقات الطرف الثالث والشركات الشريكة. قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن 3 من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض وهبطوا في قازاخستان على متن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز. وهؤلاء الرواد هم أول العائدين من محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر، عندما هبط رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج والروسي أليكسي أوفوتشينين سالمين في سهل في قازاخستان بعد تعطل صاروخهما الذي كان متجها إلى المحطة بعد دقيقتين من انطلاقه. وتعتمد ناسا على صواريخ روسية في نقل الرواد إلى المحطة منذ أوقفت الولايات المتحدة برنامجها مكوك الفضاء في عام 2011، لكن الوكالة أعلنت عن خطط لإجراء رحلات تجريبية تضم رائدي فضاء تحملهم صواريخ من صنع بوينغ وسبيس إكس في أبريل المقبل. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة.